قبل ما ابدا قصتي حابه اشكر الناس اللي كتبوا لي كومنتات على الفيديو اللي فات. كومنتاتكم حلوه قوي وجميله قوي وفرحتني قوي، وحب الناس دي نعمه من ربنا الحمد لله. ووجودكم في القناه عندي مفرحني ومشرفني، وانتوا على دماغي من فوق. وانا حابه اشكركم جدا جدا على اللي انتوا قلتوه. انا مش عارفه اقول لكم ايه بصراحه، عشان فرحانه جدا بسبب صوت الكومنتات بصراحه. وربنا يجعل القبول موجود عندكم دايما، وكونوا دايما 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 منوريني بكومنتاتكم ووجودكم عندي على القناه، وده شيء يشرفني، وانتم على راسي من فوق. ونبدا قصتنا ونقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. انا شاب زي اي شاب في الدنيا، بجاهد وبجتهد. انا في كليه وفي نفس الوقت بشتغل. انا وحيد امي وابويا، بعتمدت على نفسي من صغري، ما اتدلعتش. بيقولوا الوحيد ده بيتدلع، بس انا الحمد لله ما اتدلعتش. عندي شقه ببيت ابويا، الشقه دي 3 اوض وحمام وصاله، يعني حلوه وجميله. المهم في بنت زميلتي عجباني قوي، شكلها مؤدبه محترمه، دخلت دماغي. قلت اكلمها، احنا كده كده في اخر سنه، لو تجاوبت معايا ان شاء الله اخلص كليتي وكده كده ايه اروح اتقدم لها. المهم كلمتها، لقيتها هي كمان متجاوبه، فرحت جدا. قلت لها يا بنت الناس بس اخلص كليتي وربنا يسهل، انا كده كده شغال، يعني معايا قرش، يعني اجيب اللي انا عايزه. خرجتها في احسن مكان، جبت لها هدايا، جبت لها حاجات جميله جدا. شوف وريتها اللي محدش ورولها في عمرها وفي حياتها ودنيتها، عشان بحبها وانا مش بخيل. انا مش بخيل، ايدي سخيه. المهم خلصنا كليتنا، لقيتها بتقول لي انا عايزه اشتغل. قلت لها خلاص يا بنتي اشتغلي، الشغل مش عيب، لحد ما ربنا يسهل ونتجوز. بعد الجواز انا ما بشغلش حد، ما قدرتي اقعدك الحمد لله. فعلا شهادتي ساعدتني ان انا اوصل لمكان احسن واحسن كمان في شغلي. رحت اتقدمت لها. بعد ما اتقدمت اهلها مش عاجبهم الشقه. طب تعالوا شوفوها. لا 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 لا، احنا بنتنا ما تسكنش في مكان زي ده. مكان زي ده ايه؟ مكان شعبي، وانتوا كمان قاعدين في مكان شعبي يعني زيي. لا بس بنتنا لا، احنا عايزين لبنتنا مكان احسن واحسن. هي لما اتكلمت معاها لقيتها موافقه اهلها. قلت ماشي مش مشكله، ابويا وامي ليه يا ابني؟ الشقه حلوه، تجيب شقه تانية ليه؟ هو انت ناقص تكلفه؟ التكلفه دي ادفعها في عزالك. معلش يا بابا، معلش يا ماما، انا ايه هعمل اللي انا عايزه. هما سكتوا، مفيش مشكله، قالوا لي اللي انت عايزه اعمله. رحت خدت لها شقه في مكان حلو جدا. المهم جينا للفرش، اتنكوا عليا في الفرش، عايزين من الحته الفلانيه. طب يا جماعه، طب ما في حته كويسه باسعار كويسه ونفس الحاجات تقريبا. لا احنا ملناش دعوه، احنا عايزين من المكان ده، المكان ده مضمون. جبت، كلفني العفش مبلغ وقدره غير الشقه اللي جبتها. خلاص ماشي، لسه ما جبناش الشبكه. رحنا نجيب الشبكه، البت اختارت حاجات غاليه جدا. يعني قلت لها طب راعي ان انا عملت مثلا جبت شقه وفرشتها ودفعت دم قلبي. لا لا لا، انا عايزه البس شقه حلوه، عايزه الناس يقولوا انت جبتني، ان انت بتحبني وان انت. قلت لها بس جيبي اللي انت عايزاه، ما استخسرتش فيها كل حاجه، ما استخسرتش فيها. المهم خلصت كل حاجه وايه، وحجزنا قاعه الفرح اللي هي برضو اختارتها. قلت راح افرحها، ويا ريتني ما رحت عشان افرحها. انا رايحه عند شغلها، واقف مستني عربيه، نزل منها واحد، هي جايه عليه، سلم عليها، فتح لها الباب، ركبت العربيه. وانا واقف بعيد بتفرج ايه اللي بيحصل ده. طبعا هي مش واخده بالها مني. وراها عرفت تاكسي وركبت وراها. فضلوا ماشيين 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 لحد ما وقفوا عند مكان كازينو كده، ونزلوا هما الاتنين، وانا برضو وراها. نزلت، صورتها فيديو، صورت كل حاجه، كل حاجه صورتها. دخلت عليها قلت لها مين ده؟ وشها جاب الوان، ما عرفتش ترد. اللي معاها بقى عايزه تتخانق معايا، ما يعرفش ان انا خطيبها، بيزعق معايا. قالت له خلاص خد خطيبي. هو سمع كلمه خطيبي خد بعضه وجري، سابها، ما وقفش حتى دافع عنها. قلت لها يا بنت الناس، شبكتي ترجع لي، هدايا ترجع لي، كل حاجه ترجع لي. يعني ايه ترجع لك؟ قال لها ترجع لي عشان انا صورتك فيديو، ولو ما عملتيش اللي انا قلت عليه شوف انا هعمل فيكي ايه. سبتها ومشيت، سبتها ومشيت وانا قلبي موجوع، سبتها ومشيت وانا حزين. ليه تعمل معايا كده؟ ليه تعمل معايا كده؟ انا كنت عملت معاها ايه؟ انا قدمت الخير كله، ليه نفسها في جبته؟ مفيش حاجه هي طلبتها هي واهلها اللي انا ما عملتهاش.
وديتها احسن اماكن، اكلتها احسن اكل، لبستها احلى لبس، بخش بيتهم مش عمري خدت فاضي. هي لما بتخرج معايا بتروح معاها مليانه فلوس، اديها لمواصلاتها لاكلها، جيبها مليان مني. ليه تعمل معايا كده؟ ليه؟ انا كنت عملت ايه؟ بقيت ماشي حزين حزين. روحت لابويا وامي حكيت لهم، قالوا لي معلش يا ابني طبطبوا عليا. طب انت هتعمل ايه؟ هاخد حاجتي كلها، مش هسيب حاجه. هي روحت، امها بتتصل بيا، حاجات اللي انت عايزها انت اللي هتسيب. لا، وانا هفضح لك بنتك، انا هفضح لك بنتك. لو انتي ما جبتيش حاجتي كلها هفضح لك بنتك. هي ما تلاقيش انا مصورها فيديو والبي ماسك ايديها في الكازينو؟ من اول ما ركبت العربيه وهو ماسك ايدها وبيركبها لحد ما نزلها وقاعد في الكازينو ماسك ايدها وبيحب فيها. بص يا جماعه، ابعتوا لي حاجتي، زي ما دخلنا بالمعروف نخرج بالمعروف. والفيديو اللي معاك، الفيديو اللي معايا ده مش هطلعه لاي حد. ادوني حاجتي وكأن مفيش حاجه، وهي عارفاني كلمتي واحده. وفعلا بعتوا لي حاجتي وسبتها. عدى شهر 2 3، امي اللي جابت لي عروسه، جابت لي بنت خالتي، وافقت. راضيين باي حاجه. شقتي اللي في البيت هتخش مع خالتي البيت، المكان اللي انا عايزه من العزال وافقت عليه، الشبكه اختارت الشبكه اللي انا عايزها. التانية طبعا ما تعرفش ان انا خطبت. في يوم لقيت التليفون بيضرب، الهانم بتكلمني، الهانم حنت ليا. ما هو التاني بقى سابها ومشي، ما خطبهاش، كان بيتسلى. هياخد واحده كانت بتخون خطيبها ما هتخونه هو وراها. انا اسفه، حقك عليا، انا غلطت، صدقني غلطت. شيطان ضحك عليا. شيطان ضحك عليكي؟ ما انت اللي دخلت شيطان بينك وبيني. انا اسف جدا يا بنت الناس، وما تتكلمش على التليفون ده تاني مره تانيه خالص. ليه ومش ليه؟ قلت له ليه؟ قلت لها ليه؟ انا خطبت يا بنتي، انا هتجوز خلاص، واحده برقبتك. حبه عياط حبه نحنحه زي ما كانت بتعمل الاول معايا، ولا حياه ما انتوا نادي، انسي. وقفلت معاها طبعا، بترن من هنا لهنا، رساله من هنا لهنا، حذرت كل حاجه، ومشيت في خطوبتي وهتم جوازتي ان شاء الله. انا كده غلطان؟ هو انا ليه؟ هو انتوا، هو يعني لما الواحد ليه بيدي كل حاجه بيلاقي المقابل كده؟ المفروض يشيل فوق الراس. يعني حبيتك واديتك وقلت لك عينيا ليكي في كل حاجه، طلبتوا مني طلبات فوق طاقتي عملتها، وفي الاخر تخونيني؟ تعرف واحد، امال انت دلوقتي معايا وخطيبتي، امال لما تبقى مراتي هتعملي ايه؟ هتعملي ايه؟ انا مش عارف، انا مش عارف ليه لما الواحد بيدي بيلاقي المقابل غير كده. هو عسى ان تكرهوا شيئا خير لكم، الحمد لله. يعني انا ما بنكرش اللي معايا دلوقتي انسانه كويسه، لسه التانيه في جوايا ولسه لها حب جوايا عشان ما انكرش، لكن بحاول اقرب من بنت خالتي، هي ملهاش ذنب طبعا، بس مش عارف ليه ليه كل ده يحصل؟ ليه؟ يعني ده الراجل اللي بيقولوا راجل هو اللي بيروح وهو اللي بيجي وهو اللي عينه زايغه واللي بتاعت تستكى منها وهي مخطوبه. يعني اقوم متجوزه مثلا وقصرت معاها، ما كنتش بديها حقوقها، ما كنتش اخليها اي حاجه نفسها ما كنتش بجيبها، ده حتى لو كده برضو ما تخونش. وانا حبيت احكي، حبيت افضفض. ده ينفع؟ وينفع ارجع لها تاني اصلا واحده زي دي؟ انا عن نفسي بقول لا، وانا كمان بقول لك لا، ودي قصتنا النهارده.